أرفف للجراج أو الورشة ممكن تعملها بنفسك، واللي في نفس الوقت ممكن تكون ترابيزة عمل مريحة. الرف هو نفسه رف، والترابيزة هي نفسها ترابيزة، يعني كمان هو رف ترابيزة متعددة الاستخدامات. مثلا رف واحد زي ده ممكن يبقى ترابيزة عمل، ورف تاني متعدد الاستخدامات يبقى ترابيزة ممتازة لقعدات الجراج، وكمان بشكل مودرن ستايل لوفت للمساحات الضيقة. الرف الترابيزة أو ترابيزة العمل المتحولة أفكار عبقرية فعلا، وكل ده بفضل نظام التحويل المميز جدا واللي أنا ما اخترعتوش. التركيبة دي بيقلدوها تاني الحرفيين في البيت، والناس اللي بتحب الشغل اليدوي، والمدونين بتوع الDIY حوالين العالم، وبيستخدموا عشانها تشكيلة كبيرة من العدد الكهربائية وماكينات غالية. قناة أغاني ياشا كوسياك ماشية من زمان عكس القواعد والتقاليد المعروفة. هوريكم واثبت لكم إن التركيبة اللي شكلها معقد يقدر يعملها أي حد، وكمان النسخة المطورة. تقريبا كل حاجة ممكن تتعمل بأدوات يدوية بسيطة، ومن الكهرباء هستخدم بس دريل شنيور. كنت عايز استخدم كمان منشار كهرباء، بس القديم اتكسر، والجديد اللي طلبته من النت لسه موصلش. ده مش سبب إني أأجل الحاجة اللي نفسي أعملها دلوقتي حالا. عشان كده يا جماعة يلا بينا نبدأ، وأنا شغال هقول المقاسات اللي استخدمتها، ولما تشوفوا الفيديو للآخر أي حد يقدر يعمل الأثاث ده لنفسه. على فكرة فيه زوجات مش بيحبوا القعدة في الجراج وما يعرفوش إن الرف ده كمان ترابيزة، خاصة اللي مش بيشجعوا العزايم هناك. بالنسبة لاختيار الخامة، في الأول كنت ناوي أشتري لوح كبير من الخشب الرقائقي، بس ما دخلش العربية، وكمان كنت شايف إن التوصيل غالي، فاشتريت لوحين أصغر مقاسهم 60 في 120 سنتيمتر وسمكهم 20 ملي. قررت أقطع الخشب بمنشار يدوي بأسنان صغيرة، كنت اشتريته لما كان عليه تخفيض كبير، بس عشان أسنانه صغيرة قوي لسه ما استخدمتهوش كتير في البيت. هو بيقطع الخشب كويس بس ببطء. مع الخشب الرقائقي المنشار بيتعامل معاه بسرعة وجودة بشكل مفاجئ. بعلم عرض الرفوف اللي هعملها على 24 سنتيمتر، وزي ما مقاسات الألواح اللي بستخدمها بتقول طولهم هيكون 60 سنتيمتر. بقطع رفين من ناحية واحدة للوح، وبعدها بقلبه، وبقطع كمان رفين، فالخطأ في العلامات بيقل. كده طلعت 4 رفوف عرض 24 سم وقطعة أضيق. الجزء ده هستخدمه لقطع أصغر عشان أوفر الخشب، وبحاول أرتب القطع بشكل أضيق. لازم أكون أذكى في التقطيع. في بداية كل قطع بعمل علامات بمنشار الحديد، وبعد كده بشتغل بمنشار الخشب. كده بطلع بداية القطع أدق. ما عنديش منشار كهربائي فبستخدم الدريل بدله. بيطلع معايا قطعة شكلها L بمقاس 12 في 24 سنتيمتر وعرض 5 سنتيمتر. المنشار اليدوي بيقطع كويس، لكن بعد كده لازم استخدم ورق الصنفرة عشان أنعم الخشب. ببدأ أدور الزوايا بتاعة الجوانب الطويلة للرفوف اللي هعملها، ودي شغل يدوي في الغالب. بالنسبة لي الموضوع مش متعب خالص، يمكن عشان وأنا في المدرسة اتعلمت كويس في حصص الأشغال إزاي أعمل شاكوش باستخدام المبرد بس. الحياة أيام الاتحاد السوفيتي كانت هادية ومستقرة، لدرجة إن صناعة شاكوش من حتة حديد كانت حدث كبير ومميز. ومن الشغل ده اتعلمت إن الصبر والعمل بيخلوا كل حاجة ممكنة. وبفتكر كمان دروس الهندسة في المدرسة. أنصاف أقطار الزوايا الدائرية بتساوي نص عرض القطع، يعني 5/2، يعني 2.5 سنتيمتر. مع إني سرعت عملية التصنيع عشان راحتكم، الشغل اليدوي مش بطيء زي ما ممكن يبان. الأسطوات الأجانب على يوتيوب بيستخدموا مناشير دائرية، مناشير تقطيع، مناشير شريطية، ماكينات تفريز،
وماكينات صنفرة عشان يعملوا القطع البسيطة دي. ده خطر جدا، وما يصحش أبدا إن الطلبة يقربوا من المعدات دي، وكمان الكبار اللي ما عندهمش خبرة فيها الموضوع بيكون خطير عليهم جدا. عشان تتعور بالطريقة اللي أنا بستخدمها لازم فعلا تحاول جامد. لو المنشار اليدوي فالت منك، إيدك الشغالة هتوقفه بسرعة جدا، وأقصى حاجة ممكن تحصل شوية خدوش سطحية بسيطة. الميزة في الشغل ده إنك هتطلع بجد مسامير في إيدك، وهتحس إنك قوي وعندك أمل في المستقبل. بس عشان تطلع المسامير دي لازم تعمل يمكن 10 قطع زي دي. بعد كده قررنا نستخدم خشبة جاهزة متشطبة مقاسها 3 في 5 سنتيمتر. في البداية اشتريت 4 خشبات طول الواحدة 1.5 متر، عشان كانت معمولة للبيع مش للاستخدام الشخصي. جودة التشطيب كانت متوسطة. الصنفرة اليدوية بتخليه مناسب للاستخدام الشخصي. في زمن السوبر ماركتات لمواد البناء والإنترنت، تكديس الورشة الصغيرة بماكينات كتير مش عملي، خصوصاً لو انت زي مجرد هاوي ومش بتشتغل حسب الطلب. واحد صاحبي غرق نفسه في العدد والماكينات، وكمان كتير منهم نادراً بيستخدمهم. الرغبة الفطرية في التكديس دي مشكلة عند ناس كتير. حتى مصادرة الأملاك و70 سنة من الحكم السوفيتي ما قللوش من الظاهرة دي. يعني التكديس عندنا على المستوى الجيني. علشان تقدر تخرم فتحة بزاوية 90 درجة في قطعة من غير ماكينة، حفر كبيرة واخدة ركن كامل، ممكن تستخدم خدعة بسيطة جدا شفتها على الإنترنت. باخد زاوية تثبيت بسيطة، ولما أخرم بوجه الدريل بالنسبة لجوانب الزاوية. دي أول مرة أحتاج الدقة دي وأستخدم دريل 8 ملم خلال السنين اللي فاتت. الموضوع بيتحل بأداة منزلية بسيطة. أصعب القطع زي رفوف الترابيزة أو الرف أو بنك الشغل أو الترانسفورمر جاهزين، وزي ما شفتوا عملهم يدوي مش صعب خالص. القطعة الخشبية والجزء اللي على شكل ال، كل واحد فيهم عرضه 5 سنتيمتر، بحطهم جنب بعض وبثبتهم، وبحفر فتحة عمودية في القطعة، وده بيخلي الفتحة في الخشبة التانية تيجي عمودية وبرضه بنفس الدقة. يتبع. عشان أركب التركيبة دي قررت أستخدم مسامير عادية بقطر 8 ملم مع وردات وصواميل. المسامير هتكون محاور دوران قوية وموثوقة، بثبت على القطعة اللي على شكل حرف ال، واللي بتقلد سمك الرف اللي هيتعمل. قطعة خشب قبل كاش، وبلاقي إن القطعة اللي بعدها لازم تتثبت بفاصل صغير عن الأولى. عشان كده العناصر اللي بتتحرك مش هتضايق بعضها. من الورش اللي حضرتها للمعلمين الأجانب لاحظت إنهم كلهم تقريبا بيغلطوا نفس الغلطة، مش بيسيبوا فاصل. الفواصل دي بعدين بيتعبوا فيها جامد وبيعملوها يدوي، وده بيضيع كل مميزات المكنة اللي عملوها. الفواصل اللي بعد كده بعملها باستخدام قطعة معدن لقيتها من الخردة. في الفيديو اللي فات حكيت ازاي يوتيوب وقف تحقيق الدخل لقنواتنا البيلاروسية. هما بيضغطوا علينا واحنا بنصمد، والبيلاروس دايما بيلاقوا حل. عشان كده تقدروا تدعموا قناة أغاني ياشا كوسياك تاني من خلال زر الرعاية، والمشاهدين من روسيا يقدروا يعملوا كده عن طريق خدمة بوستي، الرابط تحت الفيديو. ودلوقتي فلينكي يا مش متخيطين قدام شوية. بعد كده رص القطع اللي على شكل ال على الجوانب القصيرة عمودي على أول وتاني قطعة خشب، بثبت وبخرم وبربط. في الأول ببدأ بالطرف من ناحية واحدة، وبعدين الطرف الثاني. بثبت كل القطع اللي على شكل جي في العرضة التانية بنفس طريقة أول 2، برتبهم، أحفر وأثبتهم بالمسامير.
قررت استخدم وردات بين قطع حرف الجي والعارضات عشان يقل الاحتكاك لما ألفهم. ودلوقتي الرف المتحول الجاي بفضل المنشار الكهربائي الجديد هيتعمل أسرع كمان. إني أخلص أول واحدة تقريبا بإيدي بقى مسألة مبدأ، بالظبط بعمل التانية بنفس الطريقة بس كأنها معكوسة في المراية. طلعت واحدة ناحية اليمين والتانية ناحية الشمال. بفك أول قطعتين على شكل حرف L من الجنب اليمين والشمال عشان أوصلهم بأول رف. هستخدم المسمار اللي بحبه اللي هو مسمار الكونفرمات بتاع الأساس، وعشان أستخدمه محتاج داريل مخصوص للكونفرمات. الداريل القديم بتاعي كان بليد جدا زي ما شايفين، فاضطريت أروح أجيب واحد جديد. لازم رأس سداسي مخصوص لربط مسمار الكونفرمات. أول رف جاهز، بعد كده بفك القطع اللي على شكل حرف L وبجمعهم تاني. أول وآخر رف اتثبتوا وبيشتغلوا كويس جدا، مع إني بحاول أعمل كل حاجة بدقة، لكن الشغل يدوي مش بقوالب أو أدوات دقيقة، عشان كده ما بدلتش القطع اللي على شكل L مع بعض. بفك الرف الأخير وبراجعه في نفس المكان تاني. ما قدرتش أركب الرف الثالث بحيث يكون فيه وردات بينه وبين الخشب، فهضطر أفكه وأركبه بطريقة تانية. بحط الجزئين جنب بعض والسهم عليهم عشان ما لخبطش بينهم. قررت أرقم الرفوف كده مش هتلخبط أماكنهم. أماكن الحفر للبرغي بعلمها الأول عشان الرف ما يبقاش شكله بايظ. ده أفضل ترتيب للتجميع. في الأول بربط الرفوف مع العوارض من ناحية واحدة، وما بنساش أحط الغواش، ده كده التكملة. وبعدين بربطهم مع العوارض من الناحية التانية. لو ما استخدمتش الغواش تقدر تجمع بأي طريقة، بس أنا شايف إنهم مهمين ومش زيادة. لقيت في المحل خشب أبلكاش كويس، عشان كده عملت الرفوف منه. للرفوف استخدام لوح الخشب للأساس مش هيقلل الجودة، وكمان متوفر منه اختيارات كتير، وممكن تلاقيه جاهز لمقاس الرفوف، وكل اللي عليك تقطع القطع بشكل L. بس أأمن حاجة تعملهم من خشب الأبلكاش الكويس. يا جماعة إحنا ماشيين في الطريق الصح تماماً. بفضل استخدام المسامير والكونفرمات لحد دلوقتي ما احتاجتش أي مهارة نجارة. اللوح الخشبي أو لوح الأساس ممكن يتشقق، لكن الأبلكاش ده مركب وبيتحمل أحمال ديناميكية أكبر بكتير. أنا عرفت الكلام ده منين؟ أنا ببساطة عندي إحساس فطري بقوانين المقاومة، وحدسي نادراً ما بيخيب. فضل بس أعمل القاعدة اللي عادة الناس اللي بتعملها بنفسها في الخارج بيعملوها دايماً حسب قواعد النجارة التقليدية، وبيستخدموا مجموعة من ماكينات النجار الدقيقة عشان يعملوا الكور واللسان والفتحات وحاجات تانية معقدة. إحنا زي ما قال أوليانوف لينين هناخد طريق تاني. وكمان قناة يوتيوب بتاعة ياشا كوسياك بقت تستحق ميزة الدبلجة متعددة القنوات. إحنا كده بقينا على مستوى عالمي. يلا يا رفاق فرحة. أنا أول واحد بيبدأ يضيف مسارات صوتية إضافية بالإنجليزي، وفي بعض الفيديوهات بتاعتي تقدر تدوس على العجلة وتختار المسار الصوتي الإنجليزي. الروابط بتاعتها تحت الفيديو علشان الناس الأجانب اللي لسه جايين يتفرجوا. بحب أقول لكم إن بيلاروسيا دولة مستقلة في قلب أوروبا الجغرافي، واقتصادها اجتماعي موجه. الأوليغارشيين عندنا مش محبوبين، ولو الاتحاد السوفيتي ما كانش اتفكك كان ممكن دلوقتي يبقى شكله زي بيلاروسيا بتاعتنا. الشعب البيلاروسي بيطور وبيعزز إنجازات الشعب السوفيتي. في بلدنا الصغيرة بينتجوا أكبر شحنات في العالم، ودي مش أكبر واحدة. رغم إن البلد مشهورة إنها زراعية، أغلب الناس عايشين في المدن، عشان كده التراكتورات البيلاروسية المعروفة في العالم كله بقى لازم يطلعوها دلوقتي من غير سواق. عندنا طرق كويسة، عشان كده المهندسين البيلاروس عملوا عربية كهرباء بيلاروسية. أخدوا عربية صينية دفع رباعي كأساس،
وركبوا بطارية كبيرة تحتها، واستغلوا ارتفاع العربية اللي مش محتاجينه بشكل ذكي. دي بلدنا بيلاروسيا. عشان أتهرب من شغل النجارة الكلاسيكي المعقد بستخدم لوح خشب جاهز للأثاث، مقاسه 150 في 20 سنتيمتر وزواياه مظبوطة، وكل اللي بعمله إني بقسمه نصين. الشغل البسيط بالإزميل كان بس في مرحلة الأرجل، وكمان ده بس عشان أعمل خدعة إنه قطعة نجارة، لكن في الحقيقة استخدمت طريقة تجميع أثاث بسيطة. هنا أهم حاجة إني ما أغلطش. مسمار الكونفرمات العادي طويل وبيطلع من الجهة التانية للخشبة. بدل ما أدور على مسامير غريبة، أسرع أقصر الفتحات العادية وأثقبها على مقاس مسامير الكونفرمات المقصرة. اضطريت أعمل شوية شغل دماغ. تاني شوية شغل نجارة كده على خفيف. عدم الدقة فيها ممكن يؤثر بس على الشكل الخارجي، لكن عمره ما هيأثر على المتانة، والمتانة لازم تكون ممتازة. صدق إحساسي. مقاس القطعة الجاية تحدد بالتجربة، هي 73 في 14 سنتيمتر والسمك 20 ملم، وده مهم. عشان كده لوح الخشب 18 ملم مش هينفع. قررت أركبها من كذا قطعة لأن مفيش عندي خشبة كاملة والفرق مش هيبان تقريبا. ركبت الجزء ده في العناصر اللي على شكل حرف L في الرف الأوسط. المسافة بين الجوانب الخارجية للدعامات هتفضل 73 سنتيمتر، وبناء على كده بحدد طول قطعة الخشب اللي هتكون كوصلة ومش هتكون باينة، واستخدام الزوايا المعدنية هو أسهل طريقة لعمل وصلة قوية. كمان شوية من لوح الخشب الصناعي. بقى واضح قد إيه ممكن أقصر الخشب. الرف والترابيزة والمنضدة المتحولة اشتغلوا بسرعة ومن غير مشاكل، وأنا شايف إني قدرت أوضح وأثبت بشكل عملي إن الشغل البسيط ده مش بس للمحترفين، ومش محتاج معدات كتير. حتى طالبه في المدرسة أو أي مبتدئ يقدر يعملها، والطالب السوفيتي كان هيقدر عليها بسهولة. والحتة دي من اللوح علشان تقوي القعدة أكتر. على فكرة، لوح الخشب بتاع الأساس مش غالي خالص، ممكن تركب عجل، بس أنا اكتفيت بحاجات رخيصة بتتظبط في الارتفاع. زي ما توقعت، لما بفك واركب الصواميل بتبدأ تفك، فبشدها شوية وبربط عليها كويس. وقدرت أضيف شوية تعديلات على التركيبة العجيبة دي، يعني عملت تحديث كده على طريقة قناة بسني ياشي كوسياكا. لوح الأبلكاش في الظهر بيعزز الصلابة بشكل ممتاز. في وضعية ترابيزة الشغل بيظهر رف إضافي عميق جدا، وكمان إضافة مزاليج للأبواب هتحمي من التحول التلقائي من وضعية الرف لوضعية الترابيزة. في
في وضعية ترابيزة الشغل. 2 مسامير طويلة بتتربط من سيخ ملولب مقاس 6 ملم هيحموا من التحول التلقائي للرف. استخدمت صواميل أثاثي كأمهات. اللمسات الأخيرة. الشغل اليدوي ممكن يبقى هدية مميزة للناس الكويسين. شاركوا الفيديو ده مع أصحابكم الطيبين. الترابيزة دي فعلا طلعت عملية جدا، ومش مجرد حاجة ملهاش لازمة من يوتيوب. دلوقتي تقدر تنظم ورشتك حتى في بلكونة الشقة. الرف ده واسع جدا مع إنه حجمه صغير نسبيا. في الترابيزة المتحولة دي في كام مقاس مهم بس، والباقي كله بيجي منهم. لو في حاجة لسه مش واضحة اكتب لي في التعليقات وهشرح بالتفصيل في جروب VK والرابط تحت الفيديو. انضموا لينا. نسيتوا تركبوا الدبابيس؟ مفيش مشكلة، من الترابيزة دي مفيش حاجة هتقع. لو كان في زمن إليتش في ترابيزة متحولة زي دي كان الجندرمة هيقبضوا عليه وعلى رفقائه أقل بكتير وهما بيشتغلوا على الأعمال الثورية، وللمين ما كانش هيدمر صحته. في الروابط دوس لايك واشترك في قناة أغاني ياشا كروسياك، واشترك في مواقعي وجروب VK وتيك توك وإنستغرام. كل الروابط تحت الفيديو، واضغط كمان على الجرس وساعتها أنا أكيد هبلغك بكل جديد. يا رب يعمي السلام في العالم. شكراً.